اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ايه اللي حصل لبناتك؟ والله اللي حصل لبناتها يا فندم، جالي تليفون الساعه 12 الا ربع، انه عيالك حد بيتحرش بهم في حمامات المدرسه. نزلت جاري على المدرسه، وقفت في المدرسه لقيت المدير واقف، واحد بعض المدرسين والدادات اللي هم بيبيعوا بسكوت في المدرسه، والداده اللي واقفه على البوابه. طبعا ما فيش امن على البوابه. دخلت، بنتك كويسه ما فيهاش حاجه، وما تفضحش بنتك ولا تتصل ولا تعمل بلاغ ولا الكلام ده. قلت لهم حاضر ماشي. المهم خدت البنت، طبعا ما عرفتش اتكلم مع البنت ولا عارف، ما البنت مش عارف اخد منها كلمه. طبعا خالتها جات لي، ام مالك، خدتها وطلعت. موضحين للناس، هم بنات حضرتك الاثنين في نفس المدرسه؟ في نفس المدرسه، والاثنين كانوا في الحمام، بس انا ما قلتش الكلام ده سابقا، تمام، عشان انا في دماغي ان هي بنت واحده اللي في الحمام. يعني انا كانت قال لي ان هي جنى اللي كان بيعتدى عليها، جنى اللي هي ياسمين، البنت الصغيره اللي هي ياسمين، تمام. بعد كده اتضح لي من 4 ايام او 5 ايام ان البنتين كانوا مع بعض، وخنق البنت الكبيره برضه، تمام. بعد كده رحت المستشفى بتاعت اليوم الواحد، قالت لي لا اطلع على الدمرداش. لما قالت لي اطلع على الدمرداش، خدت البنت انا وام مالك والاخت مرات اللي هي اتصلت بيا، وطلعت على المدرسه. وقفت في المدرسه، وانا واقف في المدرسه اتصلت بالنجده. السلام عليكم. وعليكم السلام. حصل معايا 1 2 3 في مدرسه عمر عبد العزيز بالمرج. مفيش 5 دقايق ولقيت اسم المرج بيتصل بيا، انت فين وايه اللي حصل معاك؟ قلت لهم حصل 1 2 3. حصل اللي اتقال لي في المدرسه، ومش من الاطفال، اتقال لي من اولياء الامور اللي واقفين، وما اعرفش فيهم حد. مين اللي بلغ حضرتك، او عرفت ازاي الواقعه؟ عرفت بالواقعه من الاخت المدام مي، مرات الاستاذ محمد. ما اعرفهاش والله. المدام مي ولية امر في المدرسه، ولية امر في المدرسه. يعني انت اللي بلغته بالواقعه اصلا اولياء امور هم اللي تواصلوا معاك؟ هم اولياء الامور اللي اتصلوا معايا واتصلوا بيا. نزلت جري وانا اللي مبلغ النجده، تمام. ولية الامر فضلوا ماسكين عيالي لحد ما انا رحت. هم بعد ما المشكله، يعني ولية امر المدام رشا هي اللي انقذت عيالي، ربنا بعتها تنقذ طفلتين كانوا هيموتوا في حمامات المدرسه. بعد المدام رشا البنت طلعت خافت، استخبت في الفصل فوق وقاعده مرعوبه. قعدوا يدوروا على الجوز البنات لحد ما طلعوا جابوهم من الفصل من فوق. طبعا البنات عندي معاهم تليفونات النوكيا الصغيره ديت على ارقامنا بس. فخدوا الارقام من الاولاد، ما حدش عايز يتصل بينا من اداره المدرسه، ولا مدير عايز يتصل بينا، ولا مدرس ولا داده ولا كلام من ده. ومحمد راح للاخصائيه ان هي تشوف عياله، اخواته ايه اللي معاهم او الكلام ده. زقته في صدره، قالت له انت مش في فترتنا، انت في فتره مسائيه واحنا فتره صباحيه، وقامت زقاه، تمام. بعد كده دي اتحكى لي بعد كده طبعا حضرت انا محمد بيه توفيق المحامي، اخ ليا وصديق، حضرته. اتصلت بيه جالي، وطبعا كانت الحكومه وصلت المدرسه، وجه مدرس برضه اخطا في حق مراتي، والمدام عندي اخطات في حقه، وطبعا من حقها ان هي تغلط في حقه، ده بنتها، عيالها كانت بتموت، تمام. المهم هنا المدير كان عايز منفع الخبر، انا ما نفذتش على الخبر، قلت له لا مش هينفع. اتصلت بالنجده، بعد كده النجده جت والحكومه جت. الايه؟ حد وجه لحضرتك تهديد؟ تهديد؟ لا ما حدش وجه لي تهديد. الا اداره المدرسه اليومين دول اللي احنا فيهم دول، تمام، بيقولوا ان انا كذاب وام البنت مجنونه، تمام. وطبعا عيال ما بيروحوش المدرسه من يومها، وداخلين على امتحان 3 اولاد في المدرسه دي ما بيروحوش المدرسه، تمام. ومش هينفع ان انا اوديهم المدرسه ديت، ماشي، الا لما يتعاقب المشرف الاستاذ احمد، مدير المدرسه اللي بيقول عليها كذاب وبيقول على امها مجنونه، الدادات اللي رفعوا علينا المقشات. مفيش كاميرات ترصد الواقعه؟ كاميرات رصدت الواقعه، الكاميرات رصدت الواقعه، تمام.
بس هم كانوا رافضين ان هم يدونا الباسورد او كانوا خايفين، الله اعلم. تمام. بس في النيابه الكاميرات اتفتحت. ليه؟ هو المدرسه فين ان واحد من بره المدرسه خالص؟ مفيش امن اصلا في المدرسه، البوابه ما عليهاش امن. الست اللي بتفتح البوابه داده بتقعد على الباب كده، بتفتح البوابه وبتقفل البوابه، ولا تعرف مين اللي داخل ولا تعرف مين اللي طالع. تقرير الطب الشرعي طلع؟ تقرير الطب الشرعي طلع بس ما جبتوش، ما راح على النيابه. البنت حكت ايه لحضرتك؟ الايه؟ البنت حكت ايه لحضرتك؟ والله البنت حكت لحضرتي ان هي دخلوا المدرسه، اخوهم وداهم فصولهم، بعد كده اتزنقت، راحت لاختها خدتها من المدرسه ودخلوا على راحوا الحمام بتاع المدرسه. لما راحوا حمام المدرسه البنت دخلت الحمام واختها واقفه لها بره. دي دخل اقتحم على البنت اللي جوه اللي هي في اولى ابتدائي. مع حضرتك دخل على البنت اللي هي في اولى ابتدائي. تمام. البنت شافتها الثانيه دخلت تضرب فيه. تمام. لما دخلت تضرب فيه خنقها، هو عمال يخلعها ولا مؤاخذه. الواقع حصلت مع مين الاول؟ مع البنت الصغيره. مع البنت الصغيره، وقعد يضرب فيها بالاقلام في اولى ابتدائي. والكبيره في سنه كام؟ في ثالثه ابتدائي. الصغيره 7 سنين، الكبيره 9 سنين. وهي الصغيره كانت بتستغيث باختها وقعد يضرب فيها. البنت اصلا مش يعني مذهوله من اللي بيحصل لها، ما فتحتش اتكتمت، ما فتحتش حنكها. بعد كده اختها بقى اللي قعدت تعافر وتزعق فبيخلعها الجيبه وهي تشد الجيبه، واختها تلبسها الجيبه لحد ما خانها اختها، يخلعها على مؤاخذه البوكسر وقرصها من هنا. تمام. بعد كده على دخلة ربنا يعني انقذها بالمدام رشا، وبنتها دخل بنتها الحمام، سمع صوتهم وهم داخلين الحمام، ساب البنت ودور الجري. وهو بيدور الجري بتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ قال انا بغسل ايده. زي المدام رشا كده وقام مدور الجري. دي اللي اتقال لي من الناس اللي كانت واقفه والمدام رشا. حضرتك بتطالب انا بطالب بحق بنتي من اداره المدرسه، من وزير التربيه والتعليم، من كل اللي مسؤول عن مدارس اطفالنا. مش عشان بنت بس، عشان كل اطفال مصر. البنات دلوقتي حالتهم النفسيه عامله ايه؟ طبعا حالتهم النفسيه صعبه. انا بقول لهم هتروحوا المدرسه بيعيطوا، بيقولوا ما عدناش عايزين تعليم خالص. ازاي يعني؟ 3 اطفال جالهم عقده من المدرسه، قسما بالله هذا حصل. يعني البنات جالهم عقده، حتى المستشاره في مكتب النائب في النيابه الاداريه في التجمع الخامس بتقول لها هتروحي المدرسه والامتحانات. قال لها لا. قالت له لا. قالت لها لا، او عيطت قدام المستشاره انا مش هروح مدارس فيها عم وحش. العيال اصلا مش متخيلين اللي بيحصل لحد الان، مش متخيلين اللي بيحصل. ايه رأي حضرتك او تعليق حضرتك على موضوع وقعة الطفل ياسين، وان الحكم العادل حصل من اول جلسة ان المتهم غير مؤبد؟ خد مؤبد؟ والله هو يعني المؤبد حاجة كويسة جدا بالنسبة لي انا شخصيا. هو افضل من الاعدام. هو افضل من الاعدام. هو ليه كام؟ هو في العمر كام؟ 25 سنه لسه عشان هيطلع. تمام. فانا يعني سعيد بالحكم بتاع ياسين، وربنا مع ياسين ومع اللي زي ياسين، وكلنا مع ياسين وكلنا مع الحق. بتتمنى ايه البنات حضرتك؟ والله بتمنى لهم ان يعني دكتورة نفسية تيجي تخاطبهم. بتمنى ان هم يتعلموا علام نظيف، وبتمنى التربية والتعليم تنضف شوية، تنضف بمعنى الكلمة. مش بنروح ندفع فلوس عشان نعلم عيالنا وعيالنا مفيش تعليم ومفيش حفظ. اما اروح لمشرف، المشرف يقول لمراتي مش مسؤوليتنا. امال مسؤولية مين؟ امال انا بدفع فلوس ليه؟
عشان المشرف يقول لي مش مسؤوليتنا؟ عشان يغلطوا فينا؟ امال سموها تربيه وتعليم ليه يا فندم؟ شكرا جدا لحضرتك، وان شاء الله حق بناتك يرجع في أقرب ان شاء الله هيرجع يا فندم. وزي غيرهم. باذن الله راجع باذن الله. شكرا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لحضراتكم. عفوا.